مساء النور خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم قناة الحرة تيفي. طبعا غتكونوا شفتوا هذاك الحوار اللي دارته عويشه في قناة ديال شوف شوها، اولا هاد المره غنقولوا على قناة ديال شوف تيفي، لانه بكل صراحه وقبل ما ندخل في الموضوع بغيت نشيد بالحوار اولا بالمحاور اللي هو علاء، اللي انا شخصيا تفاجأت فيه. عجبني الطريقه باش تكلم، والطريقه باش فضحها وباش كشف الالاعيب ديالها، وعجبني اكثر من يعطى مساحه لهذوك التدخلات اللي كانت كتصب في الصالح ديال المغاربه، واللي طلعوا دوك الاخوات مشكورين على انهم قالوا كلمه الحق وما طلعوش كيتملقوا وتكلموا بكل رقي وبكل ادب وبكل موضوعيه. بكل صراحه هذه المره شوف تيفي غادي نقولوا انها كانت نوعا ما الى جانب المغاربه، او نوعا ما فضحاتها، واخا ماشي 100%، ولكن المهم طرقوا بزاف ديال النقاط اللي غنتكلم عليهم في هذا الفيديو، اللي كشفوا حقيقه الالاعيب ديالها، واللي كيف ما كنقولوا طلعنا بك على شومه يا عويشه. ماشي اذا بغيتي تصيدي ضحايا اخرين وتحتالي وتنصبي، فاذا بك كتفضحي وكتكشفي بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. دونك تحيه كبيره لهذاك الشاب علاء، اللي انا حسيت به بانه واحد المره تكلم بداكشي اللي عنده في القلب ديالو، بغض النظر على انه صحفي وخصو يكون محايد ولا ماشي محايد. هاد المره حتى هو كان تيعبر على داكشي اللي كان داخل، لانه اكيد غيكون تفرج في داكشي ديالها، وحتى هو مغربي مواطن مغربي، وقبل ما يكون كيشتغل في ديك الصحيفه فراه هو انسان، واكيد انه جاته الغيره على بلاده، ولكن ما يقدرش يتكلم. ولكن هذه المره بطريقه غير مباشره راه وصل الميساج وكشفها، وبزاف ديال النقاط المهمه اللي ان شاء الله غادي نتكلموا عليهم في هذا الفيديو. دونك هذه اول مره بكل صراحه كيعجبني شي حوار داروه مع هاد العويشه هذه، لانه هذيك فاطمه الزهراء كانت دائما كتكون متحيزه وغير صحفيه غير متمكنه، ولا نقولوا غير حياديه في تصرفاتها مع عويشه. ولكن هاد المره الحوار كان مزيان، وعطاو مساحه كبيره باش الناس تكلموا وقالوا حقيقه شنو رايهم في هاد عويشه هذه. دابا غادي نتكلموا على النقاط اللي انا شخصيا اثاروا الانتباه ديالي. واحد النقطه المهمه بزاف اللي تكلم بها الاخ علاء منين قال انه هاد خيتنا هادي كتولد الاولاد وكتبغي تحمل المسؤوليه للدوله على اساس انه هي ضحيه، وفي الحقيقه لا، لانه حنا كلنا شاهدين على انه هي اللي دارت المستحيل باش تتزوج وباش تحمل. وهنا غادي نرجعوا شويه للور، وغادي نفهموا دابا علاش كانت كتقاتل باش تتزوج بهذاك الشاب، واخا هو ما كانش خدام، واخا ما عندوش امكانيات، واخا صغر منها، واخا ما صالحش لهاش على جميع المستويات. الهدف ديالها دابا تكشف هي انها بغات تحمل، داكشي علاش كانت كتجري وتجاري باش تحمل، ودابا جايه كتقول لنا حقا انا ضحيه ودا ولدي وخصني النفقه اكسترا، وهي كتخسر الزبابل ديال الفلوس، وقالت كتقلب على النفقه من واحد الشاب اللي عنده 21 سنه، اللي ما خدامش، واللي هو براسو يلاه كيلقط المصروف ديالو ما بحالوش، وخرجت عليه شوهاتو معاه شكون اللي باقي غيخدمو، خرج عليه من خدمته اللي كان مستور فيها وخرجت عليه. طبعا انا ما كندافعش لانه انا عندي موقف منه، ولكن خصنا نتكلموا بكل حياديه. خرجت على ذاك الشاب ولصقات فيه واحد الكرش اللي هو ما مستعدش، لكن فما دارتها مع شعيب. النهار اللي تبعاتو ومشات تما للسعوديه على اساس باش تخدم، كيف ما جا على اللسان ديالو ديالها، وفي الاخير حملات بزز منه، واخا هو قال لها ما تحملوش، وحملات باش تشدو. راه قالتها في هذا الحوار، قالت انه هي كتحمل باش كتشد الرجل. ودابا تخيلوا معايا هاد خيتنا هذه حياتها كلها دايره على الرجال، حتى دوك الولاد اللي كتولدهم راه الهدف ماشي باش انها تربيهم ولا يكونوا افراد صالحين، لا، الهدف اولا وانها باش تشد بهم الرجال، وثانيا ولاو دابا مصدر ديال دخل ديال الفلوس. لقات طريقه باش انها تسعى وتجمع المعاونات كيف ما كتسميهم هي جريمه، وداك الشيء علاش تقاتلات باش تحمل، باش دير محتوى اللي تخدم عليه، محتوى اللي تسعى به، ما هي ما همها لا تربيهم ولا تقريهم ولا تعلمهم. وحنا كنشوفوا الحاله المزريه اللي كيعيشوا فيها دوك الولاد. هذاك ريال اللي كان سامحه فيه لانه ما كان عندها ما دير به، دابا ملي كبر وخصها سخار وخدام اللي تسخر عليها واللي يهزها، وفي نفس الوقت يتخبى مورا انا ام الايتام وعندي الولاد بزاف، راه مشات جابته من عند ديك السيده وجمعاته عندها، ماشي لانها باغاه، ولكن لانه صالح ليها وفي مصلحتها. انسانه انانيه ونرجسيه، وانسانه حقوده حتى على ولادها اقرب مقربين لها. النقطه الثانيه نتكلم عليها علاء واللي عجباتني بزاف وبغيت نتكلم عليها حتى انا، هي انه قال انه فعلا راه الناس اللي كيطلعوا لها القناه، راه قال بطريقه مباشره انه حنا المتتبعين اللي كنطلعوا قنوات ديال التفاهه فعلا، لانه الا بغينا بصح نزلوهم راه ممكن انهم ينزلوا كما طلعوها، ما ينزلوها، ما يدخلوش عندنا، ما يتفرجوش فيها، ولكن ما يمكنش للاسف، لانه كاينين بزاف ديال الناس اللي هما اعداء ديال الوطن، وكاين واحد اخرين اللي كيغلبهم الفضول، قله ما يدار وبنادم راسو خاوي وكيدخل يتفرج فيها وكيطلع على المشاهدات. وهنا فين كنوليو نطلعوا القنوات ديال التفاهه. راه قالها، قال لك راه هي ما كتقول حتى شي عاد اجا عندي، ولكن راه نتوما
اللي كتدخلوا عندها، وهذه حقيقه، وهذا فعلا يعني كيف ما كنقولوا الحقيقه المؤسفه اللي خاصنا كلنا نشوفوا راسنا في المرايه وفعلا نعرفوا انه حنا بطريقه غير مباشره اللي كنطلعوا داك الانواع. طبعا انا ما كنتكلمش على راسي ولا على الناس اللي بحالي اللي ما كنتفرجش في هذه التفاهه، ولكن الاغلبيه الكثيره راه كيتفرجوا في هذا الشيء. النقطة الثالثة واللي هي نقطة مهمة هو القضية ديال المداخيل. هنا صيدها بالكلام وخلاها تعترف وتقول انها كتشد 10000 درهم، واخا انا متاكده انها كتشد اكثر، ولكن غير المبلغ ديال 10000 درهم راه مبلغ ماشي سهله. راه الناس خدامين موظفين وما كيتوشوش هذا المبلغ، الناس فاتحين بيوت وكيتخلصوا غير ب 2000 3000 درهم وفاتحين بيوت واسر ودايرين كريديات وعايشين بخير. هي السيده كتشد 10000 درهم وقالت لك ما قداش. تخيلوا معايا هذوك اللي كيصيفطوا لها الفلوس واللي كيتفرجوا فيها المخيره فيهم راه ما كتشدش هذا المبلغ، وكتطلع وكتسب. من حقها انها تطلع وتشنك وتقول لكم انا ستار فعلا، لانه وحده اللي ما خدامه ما ردام وما كان عندها حتى شي مستوى حتى شي نيفو، ما كدير حتى شي مجهود في القناه وكتدخل 10000 درهم، فراه في الحقيقه راه من حقها انك تقول لكم انا هو يا مستار. راه بنادم اللي عطاها هذه الفرصه. هذه هي نقطه مهمه طرق ليها، لانه في الاغلبيه ديال الحوارات اللي كانوا كيديروا معها دائما كانوا كيبغيو يطلعوها يعني بدور الضحيه ودور المسكينه، ولكن هذه المره راه فضحها بطريقه غير مباشره على فكره. يعني هو تعمد على انه يكشفها وكيسكتها دائما، ويعني بكل صراحه حوار كان في المستوى عجبني بزاف، لانه كان ما صبش في الصالح ديالها كيف ما العاده، وحتى تدخلات هما عطاوها علاش كدور، وما كانوش بزاف الناس اللي كانوا كيمدحوها. وفعلا هذه الحقيقه، لانه هي انسانه اللي ما تسواش، انسانه فاسده، انسانه اللي مثل سيء لا يقتدى به، اللي خصها في حقها تحط في بلاصتها. وهادشي اللي دار اليوم علاء هو انه حطها وراها وجهها في المرايه كيف ما كنقولوا، وعطاها علاش كدور. هي ماشيه تما باش تقلب على نصب على عباد الله، فاذا بها رجعت بخيبه امل وتجر اذيال الخيبه والشوهه والفضيحه. النقطة الرابعة اللي تكلم عليها هو أنه بالنسبة لدوك الأولاد واللي هي بغات تخرج ودير داك الفيلم ديال البوز ديال حقا بغيت نبيع ولدي ما نبيع ولدي ما ندير داكشي، طبعا كله راه غير أفلام وهضرة خاوية، لأنه كون كانت غدير شي حاجة راه ما غتقولهاش. واخا أنا كنقول بأنه هي راها كتاجر فيهم بطريقة أخرى، راه كتعرضهم يعني للتنمر وكتعرضهم يعني ديك الحياة المأساوية، فبالتالي راه كتاجر بهم، كتاجر في راحتهم في نفسيتهم في طفولتهم، كتاجر في حياتهم وفي راحة بالهم وفي حياتهم اليومية، راه كتاجر بهم، راه كتخرجوا من السوشيال ميديا كتتعا بهم وكتاجر بالحياه ديالهم، وبالعاني كتبغي تطلعهم مبهدلين ومهركلين باش الناس يعطفوا عليهم ويصيفطوا لهم فلوس وباش تستافد هي. يعني راه كتاجر فيهم 100%، ماشي ضروري على انها تبيع ولا تعطيهم ثمن، ولكن راه كتاجر. وراه زلت بلسانها وقالت انه هي مستعده تلوحهم غير ما تشوفهمش. يعني هذا يدل على انه داك الكلام اللي كانوا كيقولوا من قبل ان والده شي جوج اخرين ولايحاهم راه ممكن يكون حقيقه، لانه هي ما عندها كبده، وهي اصلا كانت سامحه في الولاد حتى لقات انهم مدخل للمال وانهم دجاجه تبيض ذهبا والمازا، فداك الشيء علاش دابا راه هي مسره. وهنا غادي نرجعوا ثاني وغنقولوا انه الزواج ديالها من داك الولد من داك سيمو كان مخطط ليه من عندها، وكانت باغا تحمل، داك الشيء علاش تقاتلات السيده ما مريضه وعارفه الراجل ما خدامش ونايضه كتحمل، لانه هي المحتوى ديالها هو هاد النفقه والمحكمه وسمح فيا. هذا هو المحتوى اللي كتعيش به، هذه الصوره اللي باغا ترسمها في الاذهان ديال الناس على انها امراه مطلقه، امراه باولاد، داكشي اللي باغيه تخليه في عند الناس في عقولهم باش تسعى بهم الى الابد. وداكشي علاش خلاها انها سردت الرجل وسمحات فيه. كان بامكانها انها يديروا تحت جناحها وتوكلوا وتشربوا وتعيشوا كيف ما وعدته في الاول، ولكن هي ما عندهاش الغرض بهذه الصوره. هي باغا الصوره ديال امراه وحيده مع اولاد وكتعاني باش تقدر تنصب. داكشي علاش صدراته من بعد ما حصلت على الهدف ديالها، هي انها تحمل. كيف حملات؟ خرجت قرونها وبينات الوجه الحقيقي ديالها معاه، وبينات القناع ديالها وصدراته ولاحته على طول. ترى هي اللي سامحه فيه على فكره، وراه هي اللي مخلياه، وهي ملي كتبغي تجيبو راه كتجيبو، ولكن دابا هي محتاجه على انه يبقى بعيد عليها باش تطلع المشاهدات بهاد. مشيت للمحكمه، جيت من المحكمه، النفقه، درت الدوسي، سمح فيا، خلاني كيف ما كانت مطلعه 4 سنين القناه بالطريق ديالها، فاليوم راها مطلعه بالزوج ديالها. ما عمركم تخيلوا ان هاد خيتنا هذه غادي تستقر ولا غتعيش نهائيا، لانه هي حياتها كلها عباره عن مشاكل اللي كتدخل ليها الفلوس. داكشي علاش ما عمرها ما غتسالي. وراه قالها علاء بطريقه غير مباشره، قال لها راه واخا توصلك النفقه، واخا تفكي المشكل النفقه غتعاودي تقلبي على ماشي مشكل اخر تعيشي فيه. وهذه هي الحقيقه. داكشي علاش قلت لكم انه هذا الشاب اليوم راه فضحها بطريقه غير مباشره وكشف ليها وجهها وكشف ليها الالاعيب ديالها، غير اللي بغى دابا يبقى مغمض عينيه ويبقى مازال يثيق بها، ولا يبقى مازال يحن فيها، ولا مازال يتعاطف معها. انسانه نرجسيه من الدرجه الاولى، توكسيك وومن.
يعني انسانه سامه ومسمومه اللي كتنشر السموم ديالها، الطاقه السلبيه اللي كتنشرها على المتتبعين والاتباع ديالها. هي جالسه كضرب الصباح مع راساتها في الفطور وبايته في لوطيل وجايه في البراق وفي الطاكسيات وكتضحك على عباد الله وكتقول لهم انا مسكينه وتابعه النفقه على اساس هاد النفقه شحال فيها كاع 300 درهم 1000 درهم. لا، وقالت لك هي ما قادهاش 1000 درهم، خصو يعطيوها اكثر حيت هي كتخسر اكثر. تخيلوا معايا الكلاخ، ماشي الكلاخ ولكن الجبروت ديالها والطغيان ديالها، اللي الله ياخذ الحق في دوك اللي باقيين كيدافعوا عليها وباقيين كيطلعوا ليها الطنوش وباقيين كيزيدوا لها فيه. وهي اكبر مجرمه واكبر فاسده واكبر عدوه ديال هذا الوطن وعدوه ديال الاخلاق، نرجسيه ومدمنه على كل حاجه خايبه في هذه الدنيا، الجنس والمخدرات والفلوس والطباع الخايبه وكل شيء مدمنه عليه. عندها شبق مرضي لاي حاجه، عندها كل شيء، عندها فيها ليكستريم، ما عندهاش الوسط ولا الاعتدال ولا شي حاجه ديال الشبع. ديما الجوع فيها في كل شيء، جيعانه من كل شيء، جيعانه من اي حاجه. داكشي علاش عمرها ما غتشبع واخا تعطيوها مال دي، واخا تحلوا لها مشاكلها عمرها ما غتسالي، حيت هذا هو المحتوى ديالها ولقاتو مدخل ليها الفلوس. وهنا كنتمنوا فعلا انه غنقول لكم الجهات يتدخلوا. لا، كنظن ان الكره دابا عند المغاربه هما اللي خصهم فعلا يقاطعوا هاد القنوات ديال التفاهه باش يطيحوا ليها النيفو. كنتمناو انه يدخلوا شي جمعيات باش ينقذوا دوك الاطفال اللي راه كتاجر فيهم. راه ماشي ضروري تبيعهم ولا تخرجوا من البيع، ولكن راه كتاجر في راحتهم وفي طفولتهم وفي مستقبلهم وفي نفسيتهم اللي اكيد راها مدمره. تخيلوا معايا دوك الاطفال مستقبلا شنو غيكونوا؟ قنابل موقوته، دي بسيكوبات، دي مرضى نفسيين اللي غيرتكبوا ابشع الجرائم، لان الوسط اللي عايشين فيه كارثي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. دونك خوتي خواتاتي، كان هذا ملخص ديال الحوار ديال اليوم. تحيه طيبه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.